يلعن ميتين الصوت يا عم، بقالي قاعد بسمع وفي الاخر ما بيسجلش. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي المشاهدين والمستمعين اينما كنتم. فصل تاني من اسباب كره المنتخب الوطني او من اسباب كرهنا تقريبا ناس كتيره كرهت المنتخب الوطني بعد كاس العالم. مش هقول لك بسبب الاداء ولا اي حاجه، احنا قدمنا اداء بطولي، قدمنا اداء كبير جدا. طبعا معانا الكابتن محمد هاني هداف البطوله بالنسبه للافارقه بهدفين في منتخبه. كابتن مهند لاشين يعني ما شاء الله عليه، يا الكابتن الكبير اللي معلوش اعتراض الصراحه ولا اقدر اقول اي حاجه. هو الكابتن مصطفى شوبير، والكابتن مصطفى شوبير عامه انا شايف ان هو لو رجع الاهلي تاني تبقى خساره كبيره. انا شايف ان هو حرفيا يجي له اي عقد احتراف من انجلترا او الدوري الاسباني عامه، يعني بعد الاداء البطولي اللي قدموه في كاس العالم، الاداء الدولي الاداء الانترناشونال اللي ما فيش فيه ستر خالص اللي عمله في كاس العالم. طبعا الدولي الكبير بتاعنا محمد هاني ده مش هنعترض عليه ولا نختلف عليه. انا مش عارف محمد هاني ازاي لحد دلوقتي لعيب كبير في المنتخب، يعني لعيب كبير في النادي الاهلي، عنده حاجه و30 سنه، ناشئ، يعني حاجات غريبه كده متجمعه مع بعض ما تقدرش تترجمها. المهم من اسباب بقى كرهي للمنتخب الوطني بعد كاس العالم الا وهو الاعلام. يعني احنا انا عارف ان احنا كسبنا اول ماتش في المجموعات، كسبنا ماتش في التصفيات، طلعنا تصفيات اصلا لاول مره، وصلنا دول 16 لاول مره، جبنا جوان كتير في كاس العالم عشان نسكت الكابتن مجدي عبد الغني. اوعوا حلقه النهارده تنسيكوا جوني في كاس العالم. افورت الاعلام وحش قوي، يعني ما انت خسران حرفيا 2-0، كسبان 2-0 في الدقيقه حاجه و70 75 76، وخسران 3-2 في اخر ربع ساعه. فدي فضيحه، احنا خارجين بفضيحه حرفيا. انا عارف ان هو كان في اداء من الكابتن الحكم لكن برضو المشكله كبيره تيجي في الكابتن حسام حسن وهو تبديلاته اللي ما كانتش في محلها خالص الصراحه. لكن ما علينا من ده كله، نشكر لعيبه منتخبتنا بسقفه كبيره وشابوه ونرفع لهم القبعه والكلام ده كله. لعيبه المنتخب الرجوليين ما عدا الكابتن محمد هاني والكابتن مهند لاشين معلش حاكم عليه. افورت الاعلام قادره ان هي تبن اي حاجه ممكن تشوفها، سواء بقى كوره، رياضه، ملاكمه، اخبار، اي افوره اعلام والجان تعرف ان هي هتبدن. يعني ما عندك اسبانيا كسبت كاس العالم، واخدين كاس العالم في كيس وهم مروحين، ولا عملوا زيطه والزمبريطه والكلام ده كله. يعني حرفيا الناس كاس العالم روحت تاني يوم قايمين رايحين شغلهم على طول. تقريبا احنا كنا ناويين نعمل اليوم ده اجازه رسميه كل سنه وهنحتفل بان احنا وصلنا دور 16. ما تعرفش بقى المنتخب يعني ما بنمسك في اي حاجه تفرحنا ونسيب اللي ما علينا. فينا دولي مش عايز يستر وعادي يخرف في الكلام. اوعوا الجايزه تنسيكوا الجون بتاع كاس العالم. ادائنا ده طبعا جينا اكتشفنا ان الاعلام بين يعني قرف كتير كان بيحصل، سواء بقى امه الكابتن زيكو اللي طلعت مع مش عارف مين تشتكي وتقول ابني ما بيجيليش، ابني ما بيروحليش. المهم يعني افورت الاعلام، انت بقيت تفتح التلفزيون حرفيا كل ما تفتح قناه بتشوف لاعب مختلف، تفتح قناه ممكن تشوف نفس اللاعب قايم في لقاءين في نفس البرنامج لايف يعني مباشر، ما اعرفش ازاي. المهم ما اعرفش تقريبا اللعيبه جابت اشباهها ونزلت من كتر ضغط الاعلام عليهم، كتر الضغط برامج الاعلام ان هم عايزين يعملوا حلقات كتير فشخ. ما اعرفش يعني دي حاجه كبيره حصلت يعني. المهم لنا في ذلك هناخد بعض الفيديوهات كده نشوف الدنيا كانت حصل فيها ايه واسباب كرهنا في المنتخب من بعد ما صعدنا، ونتمنى ان احنا ما كناش صعدنا اصلا، ويا ريت ما نصعدش تاني بعد القرف اللي حصل من الاعلام والافوره الكبيره. وطبعا ما ننساش لقاء الراجل الكبير بتاعنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للعيبه. اللعيبه ما كانتش راضيه تدوس على السجاده مش عارف ليه، بس هنفهم كل حاجه دلوقتي. طاير يا دولي طاير في مارينا، راجع يا انترناشونالينا. ومجدي عبد الغني وضربة جزاء وجول. نو فير ريفري نو فير، ظلم باين وواضح، متوجهه باينه اصلا. الشعب المصري اوريدي فرحان بيكم جدا وفخور بيكم جدا. هو بعد الشعب المصري اوريدي دي، فانت دي مش موجهه للشعب المصري بتاعنا ابدا يعني. مبروك كاس العالم للارجنتين، مبروك. لكن الارجنتين ما خدتش كاس العالم. لكن الارجنتين حرفيا ما خدتش كاس العالم. ريفري نو في الدموع اللي انت بتدمعيها دي. لا والله ده انا فرحانه بالمكانه اللي هو فيها، بس شغله واخده مننا جامد، وان هو بقى بيفضل شغله عن الحياه الاسريه. هو اي لعيب كده مش انا بس، هو بيفضل شغله عن الحياه الاسريه.
يا ستي هو الراجل كان بيلعب في ناشئين دلك بهايم المحل، جات له فرصه ان هو يلعب كاس عالم ومسافر امريكا وبتاع، يعني هو حرفيا الراجل مش موجود اصلا عشان يعني يودك، يعني هو الراجل مشغول برضه ومسافر وبتاع بيلعب كاس عالم والدنيا والدين وانت فاهمه. ليه تطلعي تعملي لقاء وليه تطلعي تعملي حاجه زي كده تحرجي بيها ابنك وتحرجي بيها مراته وتكبري الموضوع ليه كده؟ مراته بقى رقم 1 دلوقتي وانا رقم 2 وراضيه وقابله والله عادي. انا كده كده متحضره يعني ومعايا ومتعلمه، انا مش جاي. مش دايما الناس اللي بنشوفهم هم اقرب ناس لينا، ممكن يبقوا بعاد عننا انا برضه ليه عندي سؤال معلش تاني، هو ليه ام زيكو بتقارن نفسها بمراته؟ يعني انت مش ضرتها، انت ليكي مكانتك ومحفوظه وكل حاجه، ومراته ليها مكانتها ومحفوظه وكل حاجه، ليه بتقارن نفسك بيها؟ ما هو اكيد ابنك برضه مش هيفضل عايش معاكي طول العمر، يعني مهما كان مش هيفضل يعني في البيت معاكي طول العمر، اكيد هيجي له وقت هيخرج هيشوف حياته هيكبر. انت موجوده دايما مكانتك محفوظه في القلب وبتاع، بس ليه الافوره؟ ليه القاء؟ وليه تطلعي تعملي حاجه زي كده اصلا؟ يعني حاجه الموضوع ده مستفز قوي يا جدعان. يعني ايه كل واحده قاعده فاضيه تقوم تتنقصر في حقها جار بتاع، تقوم طالعه مع ريهام سعيد مشتكيه، وهي ريهام سعيد مستضيفاها ليه اصلا برضه؟ ما دي نقطه تانية. لا بتاعي انا لوحدي، ولا حد يجي جنبه ولا حد يلمسه ولا حد يكلمه كلمه ولا يغمسه غمسه ولا يقول له انت حبيبي ولا روحي ولا بتاع. ده حبيبي انا وده جوزي انا وما حدش له فيه. وادي مرات مصطفى زيكو كمان طلعت استفزتها اكتر، فاهم؟ ده ام زيكو بكره مع اعلامي عمرو اديب، بعده مع اعلامي اسمه ايه موسى، بعده ما اعرفش مع مين، بعده مع منى الشاذلي، والموضوع كبر بسبب مصطفى زيكو. مصطفى زيكو اصلا ربنا اللي كان ممشيها معاه في كاس العالم وكانت ماشيه له بالبركه ولا حد عارف حاجه، والمنتخب كله كان ماشي له الماتش بالبركه اصلا، وربنا اللي نجانا والله العظيم. ده الحمد لله ان احنا ما وصلناش اكتر من كده، ده احنا لو خدنا كاس عالم مش بعيد اللعيبه دي تيجي تقول لك عايزين حته من مصر، امهات اللعيبه ومراتاتهم مش بعيد يجي يشاركوك في البسك في بيتك بعد ما ياخدوا كاس العالم. سنة وانتم طيبين. انا الظهر ابو الصحاب سلبوا اوطان احلامنا اوطان حلمنا نبقى اكبر كنا فرصه نفرح يا دار. تاني بقى ما كانش مضايقني اكتر من ان اللعيبه طالعه بتصيف وطالعه بتستجم وطالعه بتروق على العلا. وصاحبك ابو حنوكه اللي كان قاعد على القهوه متضايق ان المنتخب خسر وزعلان وقاهر نفسه يقول لك كنا نستحق وما كناش نستحق، واللعيبه اصلا قاعده هناك بتصيف وبتهيص والدنيا زي الفل. يا اخي ده احنا شعب ملوش احو بجد. لو رايح خناقه هتاخد مين من المنتخب معاك يا ست؟ ما في غيره. مين؟ ياسر. ايه ده؟ ليه؟ لا انا حرفيا طول اللقاء بتاع امام عاشور ده انا شايفه قاعد عامل كده. معرفش هو عامل تبييض جديد تقريبا، طول ما انا كده. الموضوع ده برضه مستفز. اللقطه دي على الهوا، انا قلت هو رايح يضرب امام بالقلم والله رايح يرزقه بالرجل من عصا. اصل برضه انت لو جيت زمان للكابتن حسام حسن، يعني زمان في مره كان في خناقه بتاع الامن واقف قدامه ماسك آلي، حسام حسن كان بيشد الآلي عشان يتخانق بيه. فانت لو جيت زمان للكابتن حسام حسن، الكابتن حسام حسن كان حشوم، يعني كان ممكن فعلا كان يعني هو لو كانوا من 10 15 سنه فاتوا كان ممكن يمسك دماغ امام دي يخبطها في الماسوره الحديدي اللي قدامه عادي ولا اي حاجه. انا شفته بس وفي حاجه جايه عليا فانا مش عارف اعمل ايه. انا قلت هيضربني انا، طب انا ذنبي ايه؟ اصلا بصي على رياكشن محمد علي اللي جنبي عمل ازاي وخاف منه بقى. محمد عادل هيخلط على امام هيخش على ده مش هيكفيه امام. كابتن حسام كان حشوم، ممكن ياكل له 2 3. ليه ايديا صعب يعني. بص هو ده امام اهو. انت عارف المشكله بقى الكبيره قوي في الموضوع ان كابتن حسام حسن اصلا، يعني كابتن حسام حسن تحسه في الحقيقه كده في اللقاءات او في اي حاجه تحسه طيب قوي، ما عدا اللقاءات اللي في الملعب. بره الملعب بهاء سلطان الثاني، يعني بهاء سلطان يتراجع للمركز الثاني اصلا، مش هو الثاني، لا هو يتراجع للمركز الثاني. انما كابتن حسام حسن في اللقاءات التلفزيونيه بره الملعب طيب قوي، يعني غلبان تحسه ما فيش خالص، محروق مكسوف يتكلم. ما اعرفش بقى هو يعني ليه جوه الملعب بيتحاول، ما اعرفش برضه. يلا يا جايز، يلا بسم الله توكلنا على الله.
نعيد الكلام اللي امس اتفقنا عليه يا عيال. تركيز عالي. بعيد واكرر. الفيديو ده ما اعرفش هو ملوش علاقه بينا، بس انا حاسس اني لازم ادخله معانا في الفيديو. يعني بجد الفيديو ده من اكتر الفيديوهات المحرجه اللي انا تعرضت لها في حياتي. هو انا مش في الموقف، بس الموقف ده من اكتر الفيديوهات المحرجه اللي انا اتحطيتها في حياتي حرفيا. ايه يلا يا جايز دي انت كمان يا اسطى. الماتادور محمد. والله يا جدعان يعني هو لعيبه المنتخب بتاعنا تشكر على الاداء اللي هم قدموه كل حاجه. انا مش عايز اطلعنا برضه شكلنا وحش في الفيديوهات اللي انا شفتها. شفت بلاوي يا بس مش عايز اطلع. المهم يعني لعيبه المنتخب تشكر صراحه والله، يعني اللعيبه كلها تشكر وعايش كويس قوي ان احنا وصلنا لدور 16. فيديو جاي متاخر مني الصراحه، بس حسيت ان انا عايز اعمله من فتره بس ما كنتش فاضي الصراحه. يعني حوار تصوير الفيديوهات ده رخم فشخ. يعني كفايه اعلام، يا رب الاعلام يموت كله مره واحده كده، البرامج التلفزيونيه كلها تقفل مره واحده من غير سبب مقنع. لان بجد الاعلام بيبدن اي حاجه هو بيخش فيها. منتخب مصر وازاي بيقول لك ما فيش غيره هو احسن باك. يعني ايه هو احسن باك يعني ايه 100 مليون مش عارفين تطلعوا منهم باك؟ ده انتوا لو جبتوني انا شخصيا لعبت باك هلعب احسن منه حرفيا. ما علينا وشكرا. كانت هذه حلقه اليوم، مش عايز اطول اكتر من كده الصراحه. شكرا منتخب مصر، شكرا مصر. فسياده الرئيس يشكر برضه ان هو استضاف اللعيبه وسلم عليهم وحضنهم والكلام ده كله. شكرا مصر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا بسم الله توكلنا على الله.